بالمقابل مشاهد عديدة وشخصيات كثيرة ضمن البيئة الشامية راح ترجع على الشاشة الصغيرة في رمضان، وذلك من خلال مسلسل باب الحارة اللي السنة راح يتم موسمه 13. باب الحارة بذكرنا بالأيام الجميلة، بتآلف الناس، بمحبة الناس في بعضها. هو ترند صار، يعني باب الحارة، من تقولي باب الحارة ما تعرفي إنه رمضان قادم. أصبح يعني مادة يعني ضرورية جدا للمائدة الرمضانية، مثل بهارات يعني وجبة الإفطار أو بعد وجبة الإفطار يشوفوها مادة خفيفة، مادة لطيفة، مادة ظريفة. كتير ناس مع وكتير ناس كمان ضد، وهي أذواق القصة يعني. فرغم الانتقادات سحر فوزي عادت علشان تقدم شخصية أم بشير في الجزء 13 من باب الحارة. أنا تغيبت كم جزء، وهلأ الجزء الماضي وهذا الجزء موجودة. في تطورات بشكل عام على الحارة، أنه نحن نرجع لحارتنا مع جزيل الشكر للحارة المضيفة إلنا. في شيء بيصير على صعيد أم بشير والشيخ عبد العليم ما رح أحكي عنه، يعني نشوف شو ممكن يصير. وهالأحداث بالجزء الجديد بتعود لها شخصية المختار واللي بيأديها صالح الحايك. شخصية أبو رسمي المختار بباب الحارة هي نفسها، يعني هذا المختار هو عبارة عن مرجع لأهل الحارة عن أي خلاف بيصير. أما رامز عطلة فهالجزء بيعيده بشخصية أبو ساطور من بعد غياب منقطع عنها، فهل يا ترى لمس تغيير فيها؟ وأنا يعني كان بودي إنه يتغير، يتوب ونشوفه عم يصلي وهيك ومع الناس، بس يبدو يزداد شرا وفتنة، عرفت شلون، وهمجية. يعني هيك طبيعة الشخصية التي لا تمت إلى رامز عطلة بصلة ولا يعني جزء من المليمتر. لكن هالشيء ما بيزعج رامز اللي بيلاقي متعة بتقديم الأدوار المختلفة عنه. اسمعوا من كبيركم لصغيركم، أنا أبو ساطور ما بتاخد غدر بنوب. والممثل كل ما اشتغل شغلة يعني بعيدة عنه أحلى، بيضل خياله خصب يبحث عن تفاصيل هذه الشخصية، عن طبيعتها. كذلك تيسير إدريس لاقى متعة بالعودة لتقديم دور أبو رمزي اللي بيتعاطف معه. ورمزي شخصية غامضة، أنا أقول لك كيف. يعني مثلا هو أحيانا بتشوفيه مثلا محب، أحيانا بتشوفيه غير محب، وخاصة إذا الشيء اتدخل بأولاده. يعني أنا ابني رمزي انقتل، فخايف على ابني الثاني اللي هو شكري، اللي هو أزعر، بس أنا ما بعرف إنه أزعر، فأي واحد بده يأذيه مستعد روح اقتله. والشخصيات اللي تابعها الجمهور بأجزاء سابقة راح تجتمع كلها أمام عدسة المخرج منال عمران لأول مرة. كتير مبسوط منه، بيبحث بالتفاصيل، صوته هادي، بيشتغل بشكل دقيق معنا، ما بيزعجنا، بيحبنا، فعم ناخد من روحه. منال عمران من المخرجين اللي أنا عندي إحساس راح يكون من المخرجين المهمين، وهي فرصة له. ومثل ما راح تجتمع وجوه جديدة خلف الكاميرا، شخصيات جديدة أضيفت لسياق الأحداث، من بينها وسيم شبلي اللي عرفه البعض في مسلسل طوق البنات. الأستاذ رضوان عقيلي كمان بيشاركني الدور بشخصية أبو سرور، وأنا شخصيتي اسمها حازم. كمان نحن بنكون عدايل هالمرة، هذيك المرة بطوق البنات كنا أخوات، بيصير في فتنة داخلية منزلي بالبيت يعني اللي عايشين أنا وياه فيه، كونه هو عديلي وزوجتي بتكون بنت عم زوجته. فلهيك الخط بيشابه طوق البنات ولكن بحبكة درامية مختلفة. وأيضا ضمن النجوم الجدد على المسلسل رباب كنعان اللي لطالما عرفها الجمهور بدور مايا في مسلسل فصول الأربعة. أنا لهلأ بضل بينقال حتى أعمار أطفال صغار، يعني مرات بشوف سيدات بصدفهم بأماكن عامة، يعني أولادهم بيسلموا علي بيقولون طب إنه إمتى شافوه، إنه أنتوا لما كنتوا صغار لا شفتوا. لا هن حريصين الأهل إنه يفرجوا أولادهم هذا العمل. كتير بنبسط عن جد، كتير شيء حلو ومهم يعني. ومن هالدور اللي حبها الكثار فيه رباب احتفظت بغرتها واللي بتكون مرافقتنها بباب الحارة. هي بصراحة الغرة من زمان أنا عملتها، وهلأ بس مرجعتها حيلة بصراحة يعني.
صريحة أنا حيلة لأنه هي بتصغر شوي بالعمر. أنا مو ما بعمل بوتوكس والقصص وراح أعمل قريبا، هي سكوب إلكن. أي فهي شوي بتعطي عمر أصغر يعني، لأنه عن جد الكل عم يشتغل يعني هيك شغل أنيق، ومهنتنا بدها شيء جميل وتجميل وهيك، وأنا حدا جبان كتير بالقصة، فشوي يعني إنه لحتى يكون في مقاربة بالأعمار يعني منطقية بين الشخصيات بس هيك. فربا بتقدم شخصية شريرة لها أثرها الكبير على مجريات العمل. سيدة خلينا نقول غير متزوجة، هي السيدة بتعيش مع أخوها، عائلة أخوها، والشخص متزوج مرتين، ولسبب هيك حبها للمال الشديد وبسبب إنه أخوها هيك شوي متهور ضيع جزء كبير من مال العائلة، فبتصير بتحرضه لحتى هيك يعني يصير عنده مكاسب غير شرعية خلينا نقول. بالمقابل الشخصية الجديدة اللي راح تظهر فيها روعة ياسين، الخير بيكون صفة أساسية فيها. مريم هي المحامية، مريم هي حقانية بس مو يعني مو إنه طيوبة وما بتفهم، هي قوية بشغلة كتير قوية، بس جانب الخير عندها أهم من إنه توصل لأي شيء بدها إياه. فهي الصراعات مع كل الناس اللي حواليها اللي عم يحاولوا يأذوها بتوقعها وبتأذيها، بس كمان بترجع توقف على رجليها. ولو ما اقتنعت بتفاصيل الشخصية وما بتقدم لها، روعة ما كانت أخذت خطوة المشاركة بهالعمل. فكرت إنه شو بدي أعمل بعمل له أجزاء طويلة، ممكن تكون وجودي مفيد أو غير مفيد بالنسبة إلي، فبس قريت النص وقريت الشخصية حبيتها، شخصية جديدة، حسيت إنه أنا يعني بقدر أعمل منها شيء، كونه هي كتير عم تتعرض لضغوطات وكتير عم تتعرض للظلم، وهي محامية وحابة تصلح الأمور، وحابة حتى أسرتها اللي هن أكتر الناس اللي عم يأذوها كمان بتحاول توفق بينهم وما بتزبط معه. فحسيت إنه لا، إنه ممكن أنا أكون موجودة بهيك دور ظريف ونكون هيك كلاتنا إضافات لبعض. والتردد اللي عاشته روعة ياسين قبل موافقتها على هالدور سبب أنها بنفس الوقت بتشارك بعملين آخرين من نوع البيئة الشامية، وهالعملين راح تتعرفون على تفاصيلهم بحلقتنا بكرة.